في ميدان الإسماعيلية اللي هو ميدان التحرير حاليا، خلعت الحجاب بتاعها ورمته على الأرض ودسته برجليها. ودي يا سيدي السيدة هدى شعراوي. لو انت ما تعرفش مين هي هدى شعراوي، فدي واحدة من الناس اللي كانت بتدور على حقوق المرأة اللي كانت ضايعة مش عارف فين. ودي يا سيدي كانت عاملة زي الستات اللي حاليا بيقولوا ان الست مش ملزمة ان هي تعمل الملوخية لجوزها. المهم يا سيدي هدى شعراوي ابنها المدلع راح حب واحدة مغنية واتجوزها عرفي، والبنت حملت منه فطلبت منه ان هو يحول الجواز من عرفي لشرعي، لكن هو فضل يلف ويدور لغايه ما اخذ منها ورقه الجواز العرفي وقال لها يلا اخبط دماغك في الحيط. لكن المغنيه دي كانت ناصحه، كانت عامله ورقه طبق الاصل من النسخه الاصليه لورقه الجواز العرفي، وهي دي اللي اخذها. بعدها راحت بعثت رساله لهدى شعراوي على اعتبار ان هي نصيره المراه، لكن هدى شعراوي قالت لك نصيره مراه ايه؟ وهي والناس اللي حواليها قالوا ازاي ان هي تتجرأ اصلا ان هي تبعت رساله زي دي. فالبنت يا سيدي راح ترفع قضيه. هدى شعراوي استخدمت كل سلطتها عشان تبعد البت دي. هددوها ان هم هيعملوا لها قضيه في بوليس الاداب. حتى سعد الزغلول لما عرف بالقصه دي قال لك وانا مالي. لكن المغنيه فضلت صامده ومكمله في نفس السكه. هدى شعراوي قدمت رشوه للقاضي وكلمت وزير العدل، والموضوع كبر وفاح، فما كان الا من سعد الزغلول ان هو يكلمها ويقول لها لم الدور. وبالفعل يا سيدي حكمت المحكمه للمغنيه، فما كان من هدى شعراوي الا ان هي تعترف بالقصه دي.